أهلا وسهلا فيكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام في هذا البرنامج الخاص والذي نقدمه للتوعية حول الكشف المبكر حول سرطان الثدي. هذا الموضوع الذي تتعاون فيه الجهود والتركيز على التوعية خلال شهر أكتوبر، الشهر الوردي الخاص بالتوعية حول سرطان الثدي. معكم في التقديم شيف حسن، وهذه الحلقة نقدمها بدعم من منظمة إنسانية بالشراكة مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ضيفتنا في الاستديو القابلة القانونية أمل إبراهيم. يسعد صباحك سيدي أمل. يسعد صباحكم. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. في البداية أحكم. أهلا وسهلا. بداية سيدي أمل، يعني نستهل لقائنا بلمحة مقتضبة حول أهمية هذا الشهر، شهر أكتوبر المخصص للتوعية حول سرطان الثدي في رصد المرض وحماية الأرواح. في البداية يسعد أوقاتكم. وموضوعنا اليوم موضوع مهم جدا يخص شريحة كبيرة من العالم، ألا وهو الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نحن كلنا بنعرف أنه سرطان الثدي من أكثر الأمراض منتشرة في العالم، تقريبا يحتل المرتبة الثانية بين العالم. لذلك اختار شهر أكتوبر ليكون الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي. نعم. ونحن لذلك تم اختيار هذا الشهر، وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي من مخاطر هذا المرض والتشجيع على الكشف المبكر عبر الفحص الدوري. كما يسمى هذا الشهر بالشهر الوردي، حيث تم اعتماد الشريط الوردي كي يكون رمزا رسميا للشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، الذي يرمز إلى الأمل والدعم. نعم، يرمز إلى الأمل والدعم. هناك سؤال أريد أن أطرحه. فضلي. لماذا نحن النساء كنساء وفتيات كثيرات منا نخشى من فكرة الكشف بداية عن المرض، وما أهمية أن نجتاز عتبة هذا الخوف؟ هو الخوف من الكشف، يعني فكرة الكشف هو أولا الخوف من وجود خوف من النتيجة وجود سرطان في الثدي. هناك خوف من أن يكون النتيجة وجود سرطان في الثدي. يمكن يكون القلق من الإحراج أو الخوف من الألم أثناء الفحص. يمكن يكون الوصمة الاجتماعية، خوف من نظرة العالم. نظرة العالم للسيدة كانت مصابة. أيوة. بماذا سيتأثر المجتمع إذا كانت هذه السيدة مصابة؟ إنه هذه السيدة تكون بحاجة للدعم، يعني نظرة الإشفاق أو لا زال هناك خوف. هي نظرة العالم أحد العوامل، إنه هي تخاف إنه مثلا إنه العالم ينظروا عليها إنه هي مريضة بهالمرض، يعني إنه في منهم يبتعدوا عنها، إنه يتحاشوها مثلا. في أغلبية العالم مثلا يقولوا إن هذا المرض يمكن يعدي، مشان هيك. هل هناك أفكار إنه ممكن يعدي كمان؟ في هيك عالم كمان قلة الوعي والفهم والمعرفة، يعني كلها أسباب نفسية واجتماعية متعلقة بالثقافة الصحية. هناك أسباب عديدة أشرت إليها سيدي أمل تتعلق بخوفنا نحن النساء والفتيات من فكرة الكشف عن المرض، يعني قبل أن نعرف النتيجة. مسألة النتيجة بالدرجة الأولى، الوصمة المجتمعية لدى البعض طبعا هي لن تكون عاملة، لأن هناك تطور في هذا المجال عندنا بالمجتمع. مسألة الألم نقاط مهمة، ولكن يجب أن نجتاز هذا الخوف، أليس كذلك؟ طبعا يعني الخوف ما بيمنع المرض، بالعكس الخوف قد يمنع الشفاء. بالضبط. فاجتياز عتبة الخوف هو الفرق بين أن نعيش في خوف مستمر أو أن نعيش متفائلين وواثقين. لذلك كوني شجاعة ولا تترددي، واجتازي عتبة الخوف. قد يكون هذا الخوف هو السبب في حياة وموت، يعني طبعا كذا تكون هاي الخطوة البسيطة سببا لإنقاذ حياتك. تماما بالضبط. برأيك كيف يسهم اكتشاف المرض سيدي أمل في المراحل المبكرة؟ كيف يسهم في العلاج وفي الشفاء أحيانا بشكل كلي؟ السرطان مثل أي أغلب الأمراض يعني
يصبح العلاج سهلا في حال الكشف المبكر. يعني كل ما كان الكشف المبكر يكون العلاج نسبة الشفاء أعلى. أيوة. بيكون الورم لسه صغير كتير، يعني يمكن إزالته بالجراحة وتصل نسبة الشفاء 98%. كمان المريضة يعني ما بتحتاج لجرعات عالية من الدواء. كمان في معظم الأحيان في المراحل المبكرة يتم يمنع الانتشار المرض، مما يجعل العلاج نهائيا وكليا. قد يتم تفادي مسألة الجراحة أو استئصال في حالات الثدي. المبكرة أكيد يمكن ما تحتاج للجراحة حتى. لنطلع المتابعين والمتابعات سيدة أمل على الأعراض الأولية والتالية للمرض، ما هي؟ الأعراض الأولية أولا ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط، خروج إفرازات من الثدي خاصة إذا كانت دموية، تغيير شكل الثدي يعني من حيث الجلد واللون والشكل، طفح يعني طفح جلدي، احمرار او حكه، مرات تكون حكه قشريه يعني الجلد يتقشر يصير مثل قشر البرتقاله. كمان حلمه غائره، الحلمه تفوت لجوا، مقلوبه تسمى. مقلوبه ايوه. وقليل ما يكون في الم، نادر ما يكون هناك الم. بس مع هؤلاء يعني مو انه كل كتله لازم يكون مرض خبيث، غالي يعني في كثير من الاحيان يكون في هناك كتله بس يمكن تكون بسبب تليف او تكيس او عدوى، يعني التهاب عادي. نعم. مشان هيك لازم انه واحد يكشف حاله بكير قبل ما انه يصير اي شيء. ومو كل الكتل كما اشرتي ممكن تكون يعني خبيثه او غازيه كما تسمى، قد تكون حميده تشفى بمجرد علاج جراحي. نعم. من هن المعرضات أكثر؟ هل هناك فئة معينة من السيدات قد تكون يكن معرضات أكثر للمرض، أم المسألة تتعلق أنه هناك عوامل خطورة قد تكون خطورة. يعني أحد الأسباب عوامل الخطورة يعني تزيد نسبة يعني بالضبط. أكثر عرضة، يعني في ناس أنه أكثر عرضة للإصابة. نعم. العمر يعني العمر فوق 40 سنة أكثر عرضة للإصابة. في الوراثة يعني سواء قصة عائلية. نعم. يعني لا سمح الله الأم أو الأخت أو الخالة يجب أن تنتبه هي تراجع حالها دائما، فحص دوري يعني. نعم. الجنس يعني النساء أكثر عرضة للرجال. نعم. فيك ملاحظة أنه إن حتى الرجال كمان يصابون بسرطان الثدي، بس نسبة قليلة جدا مقارنة بالنساء. نعم. في كمان الهرمونات، يعني في البلوغ المبكر أو تأخر انقطاع الطمس. في عدم الإنجاب أو الإنجاب في وقت متأخر بعد 30 سنة. أخذ الموانع حمل لفترات طويلة كمان، هي يعني عوامل خطورة هاي نسميها. نعم. في كمان نمط الحياة، يعني التغذية السيئة، يعني كثرة أكل الدهون، هاي شغلات. البدانة عدم ممارسة الرياضة، هي أساليب خاطئة بدرجة غير صحية. التدخين، الكحول، هي كلها بتزيد الخطورة. لنوضح سيدة أمل لفتياتنا وسيداتنا ما المقصود بالكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ كيف يتم هذا الكشف؟ هو اكتشاف يعني اكتشاف حدوث أي تغيير في الثدي قبل ظهور الأعراض الواضحة مثل الألم أو إفرازات أو تورم. هذا الكشف المبكر يعني يوصل للعلاج يعني تقريبا ل 90%. نعم. ويكون الاكتشاف عبر الفحص الذاتي أو الفحص عند الطبيب أو التصوير الثدي. إذا هناك وجهين للكشف. أيوة. الذاتي والكشف من خلال التصوير أو توجه للماموغراف. أيوة. بداية نتوقف عند الكشف الذاتي. ما المقصود بالكشف الذاتي؟ كيف يتم هذا الكشف من قبل السيدة أو الفتاة؟ الكشف الذاتي هو فحص تقوم به المرأة في البيت طبعا بعد انتهاء الدورة الشهرية ب7 أيام. فحص ذاتي، أولا تقف أمام المرآة أولا يعني يكون فحص بصري، تلاحظ إذا في أي شيء تغيير من حيث الشكل واللون والجلد مثل هالأعراض اللي قلناها قبل شوي. بعدين يجي فحص اليدوي. تقوم بحركات دائرية بجزء كامل الثدي للتحري عن وجود أي كتل أو عقد. نعم. في حال وجود أي شيء فوراً تذهب إلى أقرب مركز صحي للكشف يعني. وبعدين يصير
تعصر على الحلمة مشان التحري عن وجود إفرازات. هي خطوات. هي خطوات. أيوة. تفضل. هي. نعم. إذن هذا الكشف يجب أن يكون بشكل شهري بعد انتهاء الدورة الشهرية ب7 أيام. أيوة. من خلال الملمس والبصري. أيوة. نعم. من أي عمر يجب أن يكون؟ من البلوغ ولا فوق. نتحدث عن الوجه الآخر للكشف والاطمئنان، وهو مسألة التصوير، توجه لإجراء الماموغراف. ما هو هذا الفحص؟ هل هناك أيضا فئة عمرية محددة فيما يتعلق بالماموغراف؟ الماموغرام هو جهاز أشعة يستطيع اكتشاف الأورام الصغيرة جدا التي لا يمكن جسها باليد. الفئة العمرية فوق 45 سنة، يعني فوق 45 سنة وما فوق ينصح بالتوجه، حتى إذا ما في أعراض بشكل عام، كل سنة. كم قلت قبل قليل هي عامل خطر مسألة العمر. أيوة. فلذلك يجب التوجه للماموغرام بعد 40 أو 45. أيوة. تمام. نتحدث كمان سيدي أمل عن الخدمات المتوفرة عنا بالمنطقة في هذا الشهر، الكشف والفحص عن سرطان الثدي. أيوة. بصراحة في عنا بالمنطقة في المشفى الأورام والتلاسيميا بالقامشلي. أيوة. تابعة للهلال الأحمر الكردي. تقدم خدمات مجانية طبعا خلال هالشهر وكل السنة، يعني العام كله. وماموغراف حتى في إيكو للثدي، إيكو للأعمار الصغيرة من 15 ل 35 إيكو ما فوق الماموغراف. وفي بالمشفى العزيزية كمان في جهاز ماموغراف. نعم. الإيكو للأعمار الصغيرة متابعينا ومتابعاتنا، والماموغرام لعم ماموغراف يقال باللاتينية. أيوة. الماموغراف للأعمار فوق 40. ينصح للسيدات والفتيات للأعمار فوق 40. وهناك أيضا معلومة أخرى في سياق الخدمات المتوفرة عنا بالمنطقة، كمان مشفى الشعب في مدينة الحسكة أعلنت عن توفر هذا التصوير، تصوير الماموغراف مجانا خلال هذا الشهر، ولا زلنا نحن في الشهر الوردي. هل هناك أساليب أو إجراءات قد تسهم في خفض احتمالية الإصابة، أم الموضوع يتعلق بعوامل الخطر بنفس الوقت؟ إذا ما خففنا عوامل الخطر عمليا أيوة. نحن بنخفف هي تفضل. أهم الوقاية، يعني أول شيء التغذية الصحية، الإكثار من الخضار والفواكه، تجنب شرب الكحول والتدخين، ممارسة الرياضة والمشي يوميا لا تقل عن نصف ساعة، الرضاعة الطبيعية، والحفاظ على الوزن الصحي، كمان الفحص الذاتي هذا ضروري جدا. نعم. ما الرسالة التي تودين توجيهها لكل المستمعات بشكل خاص؟ كل قصة فريدة من نوعها، وكل رحلة مهمة، لذلك لا تترددي بزيارة أقرب مركز صحي للاطمئنان على صحتك. نعم. كلمة أخيرة وأي إضافة بتحبي تضيفيها سيدي أمل؟ تفضلي. كلمة أخيرة بقول لكل النساء إنه لا تهملوا حالكم ولا تترددوا في حال ظهور أي عرض من هالأعراض اللي هلا حكينا عنها سابقا، وبتمنى السلامة والصحة لكل النساء والشفاء لكل المرضى، وبتمنى أن نكون قدمنا شيء منيح ومفيد لهالعالم. تمام. وبتشكرك كمان على استضافتك لنا. كثير الشكر لك سيدة أمل إبراهيم، القابلة القانونية، لكل المعلومات اللي ألقيتيها للتوعية حول سرطان الثدي. وكثير الشكر لكم مستمعي ومتابعي بوير FM. كنت معكم في هذا اللقاء من وراء المايك شيف حسن، وهذه الحلقة قدمت بدعم من منظمة إنسانية بالشراكة مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية. إلى اللقاء.